مساء الخير على احلى واجمل متابعين. مساء الخير، صباح الخير في اي وقت تشوف الفيديو فيه. حبايب قلبي اللي منورين، حبايب قلبي ربنا يخليكم ليا يا رب، وما يحرمني منكم ابدا 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 ابدا. النهارده بقى ايه، عايزين نعمل حاجه تكون ساقعه وجميله وتطرى على قلبنا، لان الجو بقى حر والدنيا بقت صهد 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 صهد. انا وقفت 5 دقايق في المطبخ لقيت نفسي عرقت خلاص. فاحنا لازم كل يوم نخترع بقى حاجه ساقعه كده تطرى على قلبنا. مره نعمل رز بلبن، مره شعريه باللبن، مره ايس كريم، مره جيلي، عشان نطلع على قلبنا طول ما احنا قاعدين نطلع من التلاجة كده وناكل. اسعار بره بقت مش حلوه خالص، وبقت يعني لا تطاق، ما ينفعش نجيبها. يعني اللي معاها عيال ومعاها عزوه بسم الله ما شاء الله يا رب، ربنا يا رب يخلي لنا عيالنا يا رب، لازم 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 نعمل لهم حاجات في البيت وحاجات اقتصاديه. يلا بينا بقى. هنا شعريه، وعندي معلقه كوبايتين كوبايتين لبن، نص كوبايه نشا، معلقتين سكر، نص كيس شعريه. انا مش هحتاج ولا اقل ولا اكتر من كده. طبعا الحاجه الحلوه دي احنا بنعملها في الشتاء، بنعملها سخنه ناكلها على طول كده، وفي الصيف بنحطها في التلاجة. مستحب في الاتنين، بس انا عن نفسي انا واحده من الناس بعشقها بعشقها لما بتكون لسه سخنه. وفي ولادي وفي ناس كتير بيحبوها هي لما تكون في التلاجة. انا لا، انا بحبها سخنه. كل واحد بقى وذوقه، انتوا هتحاسبوني على ذوقي. كل واحد وذوقه، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. ده مثل حقيقي، مش مثل فتش، لا هو حقيقي. هنا بقى هسيب الشعريه بتاعتي تتحمر كده، ونيجي بقى نعمل الخليط بتاعنا اللي احنا هنحط عليه كده ونلعلع الدنيا بيه ويبقى حلو وجميل ولذيذ. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوف القناه بتاعتي واول مره تشوف الفيديو بتاعي، ما تنسيش لاختك حبيبتك تعمل لها اشتراك حلو وتعمل لها لايك حلو، وتتابعيني وتقولي انت بتابعيني من انه بلد. يلا هنا بقى انا عندي هنا كوبايتين السكر، معلقتين سكر قصدي، كوبايتين لبن، ومعلقتين نشا. معلقتين نشا، معلقتين سكر، كوبايتين لبن. حلو التمام. تمام، نقلب كويس لغاية ما النشا بتاعنا يدوب جدا، والسكر بتاعنا خشن بقى يدوب ما يدوبش كده كده هيتحط على النار وهيسيح لوحده. احنا هنقلب هنا عشان ما يبقاش عندي فيه اي تكتلات في اللبن بتاعي. هنقلبه تقليبه كويسه كده. يعني عندي هنا الشعريه بتاعتي احمرت، هسيبها تحمر كمان شويه عشان تبقى باينه كده ويبقى طعمها لذيذ كده ولونها ذهبي بيلمع. وبعد كده بقى اقول لكم هنعمل ايه. ما تنسيش بقى اللايك بتاعك بتاع اختك حبيبتك، انا عايزه لايك كتير. كل ما تسمعي الفيديو لو وصلت لغايه هنا ما تستخسريش في اختك حبيبتك احلى لايك. تسلم لي ايدك يا حبيبتي لما تحطي لي احلى لايك وتكتبي لي كومنت حلو كده وتديلي دعوه حلوه. يا سلام بقى، يا سلام بقى لو عملتي لي اشتراك، يا سلام. هنا طبعا كان سخن جامد وانا كنت عامله ميه مغليه، عشان الميه المغليه عشان تنجز معايا وما تعجنش. هنا رشه ملح. طفيت الكاميرا معاكم عشان ما تقلبش الدنيا كده وتبص تلاقي الدنيا خربت. تمام تمام. هنا بقى تعالوا معايا، هنا هنحط فين؟ هنحط السر بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه ومجهزينه، ننزل بيه بقى. طبعا بعد ما الشعريه بتاعتنا وبعد ما الميه بتاعتنا غليت نزلنا بيه. السكر بتاعنا لسه قاعد من تحت، لان السكر بتاعي سكر تومين فخشن خالص. مفيش اي مشكله، هينزل معايا هنا كده وهيدوب، مفيش اي مشكله. بص بقى اللون وبص الجمال. مجرد ما حطيته بصراحه يعني احنا ما كناش عايزين نحطه في التلاجة. هو حلاوته وجماله هو ولسه طالع كده سخن ملهلب كده وجميل. بصوا كده. ايه رايكم بقى بعد ما استوى؟ اعمليه وكليه كده على طول وقولي لي رايك، هتلاقيه احلى من اللي بيتحط في التلاجة. هنا طبعا عيالي بيحبوه في التلاجة، طبعا انا بحبه كده بس عيالي بيحبوه في التلاجة. فانا حطيته عبيته كده في الطبق وحطيته لهم في التلاجة. هنا بقى انت لو عايزه تحطي لبن بودره حطي، بس انا شايفاه بالنسبه لي مش محتاج لبن بودره خالص. هو بصوا الحله بتتكلم عن نفسها، يعني تحسي اصلا هو مليان لبن بودره، لان اللبن بتاعنا لبن جاموسي ولبن بخير وكده واصيل، فمظبط الدنيا معانا يعني. هنا بقى كنت حطيته نص ساعه في التلاجة، ما خدش معايا وقت، وطلع عامل زي الجيلي. بصوا ما بيتحركش، يعني لو الطبق اتحرك هو يتحرك، ما اتحركش خالص. بس طعم جميل. بس بقى لو عندك معلقه زبده معلقه سمنه بلدي حطيها عليه، يا خرابي يا خرابي، هتاكلي احلى واجمل حاجه حلوه. انا جبت لكم هنا طبق بقى من بعيد وقلت ادوقه معاكم. المره دي ابني سامح لي اللي انا ادوق معاكم على الكاميرا. معايا ابني هو صغير مش كبير بس مجنني. كل ما اجي اكل يقول لي يا تفسى يا تفسى يا تفسى. يا ايه يا ابني المشكله؟ يقول لي لا بالراحه يا تفسى. بصراحه طعمها جميل جدا، يعني انا خلصت الطبق وانا واقفه. يا رب تجربوه، يا رب يعجبكم. ويا رب لو عجبك الفيديو لغايه هنا تعمل لي اشتراك وتعمل لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو. انا بقول لكم هنا اللي انا معترفه اللي انا تفسى.
وبألف ألف هنا وشفا. باي باي يا حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا، مع ألف سلامة.